وللمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط المحلل السياسي الدكتور عبد الرحيم منار سليمي. سي منار، مساء الخير. اهلا سي حسام. ما هي ابرز مضامين الرساله التي وجهها الملك محمد السادس الى القمه 27 للاتحاد الافريقي التي تعقد بالعاصمه الروانديه؟ الرساله الملكيه هي تتضمن قرار عوده المغرب الى الاتحاد الافريقي، اركز هنا على قرار العوده لانه راجت معلومات حول طلب. الامر لا يتعلق بطلب ولكن قرار. لماذا؟ لان كما جاء في الخطاب الملكي المغرب هو من الاباء المؤسسين لمنظمه الوحده الافريقيه، قمه الدار البيضاء في سنه 1961، وهنا هو خطاب الذاكره التاريخيه موجه الى الافارقه. ايضا ما لعبه المغرب خلال مرحله حركات التحرر الافريقيه، ايضا انه هناك تذكير بان المغرب غادر منظمة الاتحاد الافريقي القديمة لانها خرقت الشرعية الدولية وخرقت الميثاق. رغم مغادرة المغرب لمنظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الافريقي في بعد لمدة 3 عقود، ولكن ظلت السياسة الخارجية المغربية كلها موجهة نحو خدمة افريقيا، بل ان افريقيا كانت دائرة اساسية في السياسة الخارجية المغربية. وجود المغرب في تجمعات اقتصادية جهوية تابعة للاتحاد الافريقي دليل على هذا الحضور. هناك من اراد ان يجعل من غياب المغرب المؤسساتي وكانه يحاول ان يقراه قراءة بعد المغرب عن افريقيا، وهنا كان هناك تشديد ملكي في الخطاب على ان المغرب هو اكثر خدمة لافريقيا طيلة كل السنوات الماضية والعقود الماضية، هو اكثر فهم لافريقيا. ايضا ان الخطاب الملكي يقف على ان هناك طلب ظل منذ مغادره المغرب للاتحاد لمنظمه الوحده الافريقيه، طلب اصدقاء المغرب من اجل العوده. نعم. هناك اليوم قرار العوده، هناك تذكير بان الوضع تغير، فالاتحاد الافريقي في تعارض مع تطور ملف الصحراء على مستوى ما يجري داخل الامم المتحده، الاشاره الى مسار التسويه الذي يقوده مجلس الامن. ايضا هناك دعوه على ان الاتحاد وبعض الدول الموجوده داخل الاتحاد مطلوب منها الحياد والانتباه الى ان هناك دول كثيره سحبت اعتراف من كيان وهمي الذي هو البوليزاريو، وان المغرب اتخذ قرار العوده لتجاوز الانقسامات وتجاوز الاختلالات، ولكن مطلوب من الاتحاد الافريقي تصحيح اخطاء الماضي. اذا هنا أوضح بأن هناك قرار لأن الإطار الطبيعي والتاريخي والهوياتي للمغرب هو إفريقيا، وأنه رغم الغياب المؤسساتي نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه منظمة الوحدة الإفريقية، فإن المغرب ظلت سياسته الخارجية أولوية الرئيسية هي إفريقيا، وهناك تذكير بالخدمات التي قدمها المغرب لإفريقيا، وهناك دعوة لتجاوز الانقسامات والعمل من أجل مجابهة التحديات التي تواجه أفريقيا في المستقبل. طيب سي منار، يعني لماذا فضل المغرب الرجوع إلى كنف الاتحاد الافريقي في هذا الوقت بالذات؟ في هذا الوقت أولا هناك مسألة التحديات التي تعيشها القارة، هناك أيضا أن السياسة الخارجية المغربية لم تغادر أفريقيا، بمعنى ظلت الأولوية هي أفريقيا. ايضا دعوه العديد من الدول الذي هم اصدقاء المغرب وهم كثر، ثم احساس مجموعه من الدول التي بدات تراجع موقفها. لاحظنا بانه جرت هناك مجموعه من سحب الاعتراف من البوليزاريو التي ادركت الخطا الذي وقعت فيه. كل هذه العناصر هي التي قادت المغرب كما قلت الى اتخاذ قرار العوده الى الاتحاد الافريقي، وليس كما قال البعض الطلب، لان المغرب دوله امه مؤسسه للاتحاد الافريقي ولن تحتاج الى موافقه البعض للعوده، لان الاطار الطبيعي وهو الاتحاد الافريقي وافريقيا. طيب ماذا يعني برايكم عوده المغرب الى الاتحاد الافريقي سي منار؟ هناك اشاره واضحه في الخطاب الملكي، وهي انه مطلوب من الاتحاد الافريقي تصحيح اخطاء الماضي، وان المغرب سيحاول ان يصحح هذه الاخطاء من الداخل. اعتقد بان الدول التي كانت تواجه المغرب من داخل الاتحاد الافريقي ستكون اليوم في وضعيه صعبه، على اعتبار انها
دول خاطئة، وهي دول قليلة جدا، لأن المغرب هو مدعم، وقد لاحظنا جولة دبلوماسية كبيرة قادها المغرب في تقريبا في الأسابيع الماضية. عودة المغرب فهو سيعود إلى الريادة. هناك دول قوية، دول أسست الاتحاد. هو عودة إلى إفريقيا كتنظيم، إفريقيا أولا كقارة، وعودة إلى الاتحاد كتنظيم إقليمي قوي، وتجاوز كل الأخطاء والانقسامات والصراعات التي ظلت خلال 30 سنة الماضية. إذن هو تدعيم. المغرب يحتاج إلى إفريقيا، ولكن الاتحاد الإفريقي هو يحتاج أكثر إلى المغرب. عودة المغرب، أتحدث هنا عن دولة أمة طبعت تاريخ إفريقيا وكانت حاضرة في التأسيس. هناك خطاب موجه إلى ذاكرة الأفارقة ويعرفونه جيدا، وهو أن المغرب هو الذي احتضن قمة التأسيس في سنة 1961، قمة الدار البيضاء، منظمة الوحدة الإفريقية القديمة. نعم، وخاصة أن الملك محمد السادس أوضح في رسالته أن المملكة تثق في حكمة الاتحاد الإفريقي وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح أخطاء الماضي. المحلل السياسي الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.